أفضل لاعب دربته بمسيرتك؟ المدرب المغربي الحسين عموتة، صانع الإنجازات العربية ورجل المهمات الصعبة، أهلا بك إلى برنامج توقعاتي. مساء الخير مريان، وأنا سعيد جدا بالتواجد معكم. كابتن حسين، اليوم توقعاتك رح تكون منطقية أم عاطفية؟ بدك تعطي كلمة للجمهور. البعض منها عاطفي والبعض على حسب. أنا مريان، يمكن التخوف اللي عندي هو عدم اكتمال المنتخبات، خاصة باللاعبين اللي هم موجودين في أوروبا أو اللي في منطقة الخليج. ربما هذا هو اللي غادي يعمل يعني الفرق. عاطفة مع مين؟ مع الأردن، المغرب، مع الأردن، مع المغرب طبعا، مع قطر طبعا. طبعا الأماكن اللي مريت فيها وعندي علاقة طيبة مع اللاعبين، بس طبعا ضمن حدود المنطق الكروي. نعم أكيد. طيب، والحوار اليوم رح يكون صريح أم دبلوماسي؟ الكل ناطر هذا الحوار. هو لا يعرف الحقيقة، لأنه نحن تعودنا على حسين عموتة، رجل صادق جريء ما عنده لف ودوران بالملعب وخارج الملعب. هو صحيح. أنا أهم حاجة يعني في حياتي الكروية وفي علاقتي يعني لا مع المنتخبات ولا مع الأندية، هو أنني أتجنب أنني نكون أنا هو المخطئ. أنا كنحاول ولو أن نكون أنا الضحية، يمكن كنتقبلها بشكل كبير، ما عندي مشكل. لكن أنا يعني من المستحيل أنني أخطأ يعني في حق نادي أو منتخب. نعم. طيب، اليوم المغرب بقيادة المدرب الوطني طارق سكيتيوي مرشح كبير للفوز بكأس العرب، خاصة بعد الإنجاز القاري وكذلك برونزية الألعاب الأولمبية في باريس. كيف ترى حظوظ المغرب؟ طبعا حظوظ المغرب كبيرة، خاصة أنه منتعش مجموعة من الألقاب، للمشاركة الأولمبية، المنتخب المحلي، أقل من 21 سنة كأس العالم. واللي يمكن اللي غادي يزيد يدعم فرص الفوز هو تواجد مجموعة من اللاعبين المحترفين اللي كانوا بأوروبا وأصبحوا يعني ينشطون يعني في دول الخليج. منهم الحارس المحمدي اللي رجع كان في الدوري السعودي، سايس الكابتن القدير صاحب الخبرة اللي موجود مع نادي السد، ومجموعة من اللاعبين يعني أبطال آسيا والسوبر كوب ديال أبطال إفريقيا اللي هما وليد الكارتي، لاعبين يعني موجودين مع البيراميدز، اكيد سيعززون. وبالتالي انا اظن حظوظ المنتخب يعني اوفر للفوز بهذه البطوله. على كل حال جاهز كابتن؟ نعم. اوكي، بين قطر، تونس وصيفه النسخه الماضيه، سوريا وليبيا، اول هذه المجموعه. انا اتوقع تونس ثم قطر. تونس في الصدارة وقطر تتأهل في وصافة هذه المجموعة. الآن بين المغرب، السعودية، عمان واليمن. لا، المغرب ثم السعودية، نتركه مثل ما هو الترتيب. نعم. إذن أسود الأطلس في الصدارة والأخضر السعودي في وصافة هذه المجموعة. مصر، الأردن، منتخبك السابق، ومن ثم الكويت وموريتانيا. أصعب مجموعة. أصعب مجموعة. أصعب على مصر ولا أصعب على منتخبات عرب آسيا؟ يعني الأردن يعني ستكون المهمة ديالته صعبة، لأنه مجموعة من اللاعبين المميزين، خاصة يعني موسى لن يكون حاضر لأنه باعتبار أنه موجود في أوروبا. بعض اللاعبين عامل درسك كوتش؟ نعم. محضر درسك منيح. محضر لأنه عارف. وبالتالي أنا حتى في المقدمة قلت على أنه بعض المنتخب إذا ما كانتش مكتملة، لأنه هنا الفرق تتعمل بعض المرات في تواجد لاعبين أو 3 أو 4 لاعبين غيعملوا لك الفرق. نعم. طيب، أول هالمجموعة بنحط الأردن. أنا أظن مصر ممكن نقول مصر باعتبار أنه كوكتيل من لاعبين اللي عندهم خبرة وموجودين يعني في دول الخارج. طيب، الوصافة متردد كابتن؟ صعبة، المجموعة صعبة بقيادة جمال السلامي رفيق صديقي. نعم طبعا. المنتخب اللي وصلت معه لنهائي كأس آسيا، ومنتخب الأردن المنتشي بالتأهل إلى كأس العالم. نحط الأردن ولو أنه صعبة لأن الإمارات فريق اللي هو جيد بعد، وموريتانيا بعد جيدين، عندهم منتخب قوي. طيب، بنقول الوصافة بالعاطفة هالمرة حتختارها؟ مصر. يعني بتعطي الأردن الوصافة. نعم. ولكن نعم. بعاطفتي. نعم. إذن الأردن تتأهل في وصافة هذه المجموعة. بين الجزائر، العراق الأكثر تتويجا في هذه البطولة، العراق الجريح، والبحرين ومنتخب السودان، أول وثاني هذه المجموعة. يمكن أنا نحط يعني الجزائر
في الصدارة؟ نحط العراق في الصدارة ثم الجزائر. نعم، نحط العراق في الصدارة. الجزائر حملة اللقب مع مجيد بوقرة. نعم، حاملة اللقب، لكن أنا أتوقع يعني العراق سيظهر يعني بمستوى جيد. أنا متوقع العراق، لأنه أنا متوقع ردة فعل العراق بعد يعني معاناة في هذه الإقصائيات. أنا أتوقع يعني نعم. ردة قوية. نعم. الأسد. نعم، الأسد سيعود في كأس العرب، يتأهل في صدارة هذه المجموعة والجزائر وصيفة. نعم. طيب، ما زالك حطيت العراق بالوصافة. صحيح تلقيت عرض لتدريب المنتخب العراقي خلفا لكاساس؟ وإذا صحيح لماذا رفض عموتة هذا العرض؟ طبعا هو أول حاجة أولا كنت ملتزم بعقد يعني مع الجزيرة، ولو أنه الجزيرة يعني أعطى الدور الأخضر، لكن كان صعب أنني ندخل في واحد المنافسة يعني في آخر المنافسة، لأنه كنت غندخل على مباراتين أمام كوريا والأردن. طبعا يعني كنت متخوف من الأمور الفنية، أو ربما إذا صح التعبير من الأجواء الإدارية أو المشاكل الإدارية التي تخيم حاليا أو منذ سنين على الكرة العراقية. صحيح، كان هناك ضغط كبير وكلام كثير يعني من الجماهير ديال سواء جماهير الأردن، جماهير ديال العراق، الإعلام العراقي، وبالتالي تخوفي هو أنني يعني التوقعات أنني ما تكونش عندي ذيك اللمسة اللي هي مهمة، لأنه كنت محتاج وقت أكثر، وبالتالي أنا رفضت أنني العقد، ولو أنه لي الشرف الكبير، وأنا كنت كلمت يعني الكابتن اللي هو صديق ويعني وأخ كبير اللي هو عدنان درجال، واعتذرت منه يعني رسميا، وأنا لي الشرف دائما أنني أدرب منتخب كبير مثل العراق. طيب، كمان بنفس الفترة تقريبا قبل أو بعد إذا ما خانتني الذاكرة تلقيت عرضا لتدريب الأدعم. نعم. بدلا من المدرب الحالي لوبيتي قبل اللجوء إلى لوبيتيجي. نعم، صحيح الأخبار ولا فقط صحيح. شائعات؟ لا صحيح. ما كنت حابب ترجع على بيتك؟ لا بالعكس، يعني تدريب المنتخب الثاني. لا بالعكس أنا كنت دائما مرتاح يعني في قطر، يعني والكل تعرف لأنه كنت هناك مرتاح، وتدريب يعني شرف كبير أنني ندرب يعني المنتخب القطري، لكن أنا كنت ملتزم بعقد، وانت عارفه على انني انا من الناس اللي كنحاول انني نحافظ على علاقتي مع يعني الادارات، واينما تواجدت دائما قبل الخروج ديالي اما تبغي دائما يكون خروج هادئ وفي احترام وكذا، وبالتالي كان من غير الممكن انني يعني نغادر الجزيره في واحد الوضع في نهايه الموسم، خاصه انه كانت امامنا واحد المباراه النهائيه نصف نهائي ديال كاس رئيس الدوله وكاس اديب، وبالتالي كان من الصعب علي اني نغادر. ندمان؟ يعني كأس العالم ما بتلبق غير لحسين عموتة. متى سنرى حسين عموتة مدربا في كأس العالم؟ يعني ضاعت فرصة قبل نهائيات كأس العالم ب 2022 مع المغرب بدلا للركراكي ومع العراق ومع قطر، وغادرت الأردن. يعني ما بتلبق لغيرك كوتش. ندمان اي عرض اكثر شيء ندمان انك ما والله العروض كلها ممتازه، تدريب منتخب المغرب، العراق والقطر، هذه كلها يعني هذه تشريف بالنسبه لي. عندك جات هناك ظروف، يعني الظروف هي اللي حالت دون تواجدي مع المنتخب، لكن شوف الحمد لله انا عندي واحد القناعه شخصيه على اساس انه احترام الظروف، احترام اول حاجه الاريحيه النفسيه، ان الواحد اذا ما كانش جاهز انه يدرب يكون عنده خاطره موسع ويكون عنده الحماس والانرجي على اساس انه يدخل في واحد المشروع حتى يعني يؤدي بشكل جيد، فالواحد من الاحسن انه يتجنب وينتظر الفرصه، وان شاء الله ستاتي الفرص ان شاء الله. نواصل التوقعات بين تونس والسعوديه. تونس بقياده سامي الطرابلسي، والسعودية بقيادة أفضل لاعب بآسيا سالم الدوسري والثعلب إيرفي رينار. من يواصل ومن يغادر؟ أنا أعتقد تونس، لأنه ممكن السعودية أنها لن تشارك بالفريق الأول. أنا دائما عندي تخوف لأنه الموسم قبل موسمين ستشارك في الصف الأول، ولكن عانت في التصفيات، يعني تأهلت بشق الأنفس السعودية. تأهلت ولكن لم تكن مقنعة. بعدين سجل تونس رائع بالتصفيات، 28 نقطة وشباك نظيفة بتصفيات كأس العالم. أنا بس نشوف تونس. نعم، تونس الآن كلاسيكو إفريقي من العيار الثقيل بين مصر والجزائر، كلاسيكو إفريقي. نمشي لمصر.
إذا مصر تتأهل إلى مربع الكبار لتضرب موعدا مع تونس، والجزائر حاملة اللقب تودع. على مسؤوليتك كابتن. الآن قلبك انقسم هون، مغرب وقطر. صعبة. المغرب في مواجهة المنتخب القطري المتأهل إلى كأس العالم. يعني طارق، الجيل الذهبي للمنتخب المغربي والجيل الذهبي للمنتخب القطري، بين لوباتيجي الفكر الإسباني وبين طارق سكيتيوي الفكر المغربي. طبعا كان من المفروض أننا نتجنبوا يعني التورط. يمكن نمشي مع المنتخب المغربي. المغرب. إذا المغرب تتأهل إلى مربع الكبار، وقطر تودع من الدور الثاني. الآن بين العراق وبين منتخب الأردن، تكرار لمشهد آسيوي يعني خطف الأنظار وحبس الأنفاس، وكمان تواجهوا بالتصفيات إذا ماني غلطانة. نعم. كلاسيكو عرب آسيا. يمكن نمشي مع المنتخب العراقي. هو مريان، انا التخوف اللي عندي على الاردن يعني هو غياب مجموعه من اللاعبين اللي هم مؤثرين. انا عارف يعني تشكيل محدد. من وراء توقعاتك للعراق ما بعرف، حسني قلبي انك رح تكون مدرب العراق بكأس العرب. عشان هيك عم بتوصلهم للمراحل المتقدمه. لا طبعا. العراق. لا انا امشي العب مع العراق. اذا العراق إلى الدور النصف النهائي لمواجهة المغرب، والأردن تودع. بالحديث عن الأردن، بماذا نصحت السلامي عندما تولى مهام التدريب، وكيف تلقيت خبر التأهل إلى المونديال؟ وهل السلامي مستمر مع الأردن في كأس العالم؟ رفيق دربك، الأخبار كلها عندك. طبعا جمال السلامي من المدربين المغاربة صراحة المحترمين جدا، وهو صديق وعزيز وأخ. طبعا تواجده يعني بالأردن ليس يعني بالصدفة، ولكن كان هناك يعني تخطيط لتواجد يعني جمال السلامي. وطبعا الحمد لله أنه نجح في يعني في التواجد في كأس العالم، مؤهل يعني للمنتخب. طبعا أنا مباشرة يعني هنأت للطاقم الفني وللاعبين. بس شو النصيحة بكلمتين هيك؟ انه يصبر خاصه الانتقادات. وانا كنت تكلمت معه يعني قبل ما يتولى يعني المهمه، احنا تكلمنا، كانت عندنا واحد الجلسه في المغرب على اساس انه لازم يصبر، وهو عارف، هو فاهم، وانسان اللي هو ذكي، على اساس انه يتجنب وانه يركز على المجموعه. وهذا دائما يعني ما يهم، هو انك تحضن المجموعه وتحمي المجموعه من التاثيرات السلبيه الخارجيه. طيب ما جاوبتني، هل السلامي مستمر مع الأردن في كأس العالم؟ والله لا أدري، لكن أنا أظن يعني مستمر، باعتبار أنه يعني وجد الاستقرار، وجد التوليفة. لأنه جميع الجماهير العربية والاتحادات العربية هل هي يعني دائما ضحية العاطفة؟ يوم المدرب بيكون بطل قومي، بين يوم بين عشية وضحاها، واليوم الثاني بيصير هو المشكلة وسبب الأزمة. وأنا أعتقد أنه الإخوان في الأردن، الاتحاد، تظن أنهم أكثر من أذكياء، على أساس أنهم يحافظوا على المدرب اللي كان وراء التأهل. نعم. نواصل التوقعات كابتن بين تونس ومصر. مصر. إذا تونس تودع كأس العرب من الدور النصف النهائي، ومصر تتأهل للمشهد الختامي. الآن بين منتخب بلادك والمنتخب العراقي، شو رأيك بالمدرب الجديد الأسترالي أرنولد جراهام؟ أنت مع يكون للعراق مدرب وطني أو ربما عربي أو أجنبي؟ والله أنا دائما يعني ما أفضل يعني المدرب المحلي، لكن بعض المرات كتكون هناك ظروف، على أساس أنه تجنب المدرب المحلي، باعتبار أنه تكون الظرفية صعبة وما تكونش هناك إجماع. حتى بعض المرات يعني تقبل اللاعبين المحليين، بعض المرات كيفضلوا أنهم يكونوا مدرب ربما أجنبي أو لا بعيد. لكن أنا أدور الظروف اللي كيمر بها المنتخب العراقي يحتاج فقط للتأهل
حتى يستعيد القوه ديالته، لانه بس هي التمنيات. أنا بدي توقعات كابتن. شوف بين العراق والمغرب. لا اكيد المغرب لانه اكثر استقرارا. وما نساوش على انه في واحد النقطه جدا مهمه، انه العراق هو اللي خلى نفسه هو اللي ورط نفسه في هذه الورطه، لانه شو قصدك؟ انهزم من فلسطين تصفيات، تعادل مع الكويت في البصره، وبالتالي اظن الاوراق كلها بيده. إذا المغرب إلى نهائي كأس العرب لمواجهة المنتخب المصري. الآن فقرة الأسئلة القصيرة بكلمة كابتن. بكلمة، كيف تصف شخصيتك كمدرب؟ شخصية حبوبة. دربت عديد الأندية، النادي الأقرب إلى قلب حسين عموتة؟ والله مجموعة من الأندية صراحة. هاي بكلمة. صعب. باس. الوداد أم السد؟ من ترك بصمة أكبر في مسيرتك الرياضية؟ السد. طارق اسكتيوي أم جمال السلامي؟ من لديه فرصة أكبر بالفوز بكأس العرب؟ يمكن جمال السلامي بعلاقة مع المنتخب والتشكيل. نعم. بس هلا أنت فوزت طارق. أنا قلت طارق. ليش قلت جمال؟ الجمال. طارق لأنه منتخبه قوي. أفضل لاعب عربي بالوقت الحالي؟ يمكن حكيم يعقوب. نعم. أفضل مدرب عربي في الوقت الحالي؟ وليد القراقي، باعتبار أنه أحسن إنجاز بالنسبة للمدربين العرب هو اللي حقه يعني وليد. نعم. من يفوز بالكرة الإفريقية بين محمد صلاح وأشرف حكيمي؟ نعم. هل ظلم الاتحاد الإفريقي حكيمي وياسين بونو مسبقا في مسابقة؟ أكيد نعم. هل كرة القدم كانت ظالمة أم عادلة مع الحسين عموتة؟ أنصفتك أم لا؟ الحمد لله أنا أموري طيبة. بعد كل هذه السنوات من العمل والسفر إلى بلدان مختلفة، ما هو الشيء الوحيد الذي لا يتغير في الحسين عموتة مهما تغير المكان؟ هو أنني نكون أول حاجة محترف في تعاملي، لا مع منتخب ولا مع نادي، وأنني لا أخطئ مع الناس. بكلمة كابتن، بكلمة اللاعب. ما اللحظة التي جعلتك تشعر بأن كل هذا التعب كان يستحق؟ الألقاب. أفضل لاعب دربته بمسيرتك؟ يمكن راؤول شافي. الآن كلاسيكو إفريقي من العيار الثقيل. الحلو بهالفينال أنه المدربين هن وطن يعني محليين، مدرب حلمي طولان والمدرب طارق. والحلو أنه ما شفنا عرب آسيا، مش الحلو يعني المحزن بالأحرى أنه أهلت منتخبين إفريقيا. مين سيفوز؟ أنا أتوقع المغرب. العاطفة وفيها قليل من العقلانية، لأنه الكرة المغربية منتشية، وهناك مجموعة للاعبين اللي موجودين في الدوري طموحهم أنهم ينتقلوا للخارج. مع بس المجموعة المنتخب المصري سيلعب بمنتخب خاص. صحيح. يعني أصبح يلقب مش منتخب المحليين، منتخب كأس العرب. نعم. أنا أتوقع تواجد سايس، تواجد الحارس المحمدي اللي موجود اليوم يعني في الدوري المحلي، مجموعة من اللاعبين. الشيبي أحسن ظهير أظن في إفريقيا اللي موجود مع بيراميدز، وليد الكارتي، هذو أبطال آسيا، أبطال إفريقيا. يعني هناك مجموعة قوية عندنا المغرب، مجموعة قوية. المغرب. نعم. إذا المغرب تتوج بطلة لكأس العرب للمرة الثانية في تاريخها، ودائما على مسؤولية الكابتن حسين عموتة. مبروك للمغرب.